في حدود الدقيقة 76 من عمر المباراة. الجزائر 3 أهداف والصومال 0. دخول نور وكذلك لاعب محمد فراح من جانب منتخب الصومال. محاولة جزائرية من أجل الرباعية، وهنا التسديدة اتجهت من مدافع الصومال نحو الركنية. ثلاثية نظيفة، والمنتخب الجزائري الذي أهدر عديد الكرات لزيادة أهداف أخرى. نشاهد مرة أخرى التسديد من داخل منطقة الجزاء والركنية لفائدة المنتخب الجزائري. هنا التوزيع من داخل محور العمليات، دفاعات منتخب جيبوتي. تتجه الكرة إلى رمية تماس من طرف لاعب أمين شياخة. تنفذ الجانبية. 77 دقيقة في انتظار 13 دقيقة الأخيرة. هل للمباراة رأي آخر للجزائر لتحقيق أهداف أخرى، أم أن النتيجة سوف تظل هكذا إلى غاية النهاية والتأهل لمونديال كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 26/2000 للمرة الخامسة في تاريخ الأفناك بطبيعة الحال؟